تحكم مصر، ولكنها كانت أهم من حكم مصر لأنها تفوقت على أقرانها من الرجال والنساء، وحكمت مصر ليس كملكة عظيمة ولكن كملك عظيم. حتشبسوت فضلت تظهر بمظهر الرجال عشان تكون مقنعة وتقبلها الشعب بعد أبيها تحتمس الأول، وقادت البلاد لمدة 21 سنة، ودي أطول مدة حكم لامرأة في العصر الفرعوني، وكان عصرها أكثر العصور سلاما ورخاء، وقادت بنفسها عدة حروب، وبعدها وجهت كل طاقتها للبناء والتعمير، فشهد عصرها ازدهارا لا مثيل له. ومن أقوالها: الآن يتردد قلبي بين هذا الطريق وذاك، كلما فكرت فيما سيقوله الناس الذين سيشاهدون الآثار التي تركتها ويتحدثون عن أعمالي. دي حكاية بنت الملك، دي حكاية بنت الملك، بتطير الزغاليل ودقت كعب خطوتك، بترقص الخلاكيل. أيوة دي حكاية بنت الملك، بتطير الزغاليل، دقت كعب خطوتك، بترقص الخلاكيل.